صغيرة بس ماشي. بس عمرها 4 شهور. تم. بس بقى هعمل لهم معاها مكرونة. انا بعمل مكرونة، صلصة المكرونة بحط معاها قرن فلفل اخضر وطماطم. بملى الخلاط، يعني الطماطم لازم تكون حمرا وجميلة كده عشان الصلصة تبقى حلوة، وثوم. تمام. وبضرب بقى ايه بصلايه معاهم، وكل ده في الخلاط عشان تتسبك معانا قبل ما انضف الفراخ. بصوا الميه بتاعتنا عامله ازاي، هي بس جهه يمين وجهه شمال وخلاص. بس عشان هي اصلا فرخه صغيره ما شاء الله. بصوا كل حاجه بتطلع بسهوله جدا، متاخدش اي حاجه خالص. ننضفها مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا هي عشان شمورتي صغيره. الله اعظم الله اعظم. بصوا والله ما بتاخد وقت كتير جدا، يعني عارفه انتوا 10 دقايق بالكتير تكونوا مخلصين كل حاجه. الله اعظم الله اعظم. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هكملها بقى عشان انا مش بحب مش بحب الراس. دايما بشيل الراس وبشيل الرجول برميهم، مش في الحته دي. تمام. اي طيور سواء متربيه في البيت او مش متربيه في البيت مش بحب الحاجات دي بقى، سبحان الله بحب ارميها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ادي الطماطم بتاعتنا كل حاجه موجوده فيها، هتتسبك على النار. طبعا الحمد لله خلصنا ايه كده زي ما قلت لكم. شلنا الحته اللي في الجناح دي والحته اللي ورا دي، هنفتحها بقى عشان ايه ننضفها من جوه. بصوا بقى دي المراره. تمام. دي الكبده ودي القمصه. تمام. والقلب نضفناه. هنغسل بقى ايه المراره دي بالراحه خالص. بنمسك ايد من هنا وايد من هنا ونغسلهم مع بعض وننضف دي بقى. بص نضفناها وما شاء الله بقت زي الفل. حطينا بقى الليمون بتاعنا وحطينا الدقيق. تمام. ومعانا الملح بتاعنا. كل ده هنغسل بيه. تمام. القمصه هختبرها لكم وانا نضفتها ما شاء الله. شايفين عامله ازاي. هنغسلها بقى كويس جدا بالحاجات دي كلها عشان تضيع ريحه الزفاره، وان هي ما شاء الله اصلا يعني فلاحي مش محتاجه كل ده، بس ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني ريحتها حلوه خالص من غير اي حاجه، هو الفلاحي كده. تمام. هننضفها بقى كويس ونغسلها عشان نغسلها غسله كمان ونحطها في الميه السخنه. قطعنا بصلايه. تمام. قطع مكعبات كده. تمام. وحطينا معاها معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود. حاضر يا علاء. تمام. هدعكم كويس عشان ايه نغلفهم بالفرخه. بس بقى غلفناها كلها وقفلناها زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنحطها بقى ايه في الميه على طول. الميه هي قربت تغلي، هنحطها في الميه على طول. بصوا الميه بتاعتنا غليت. هننزل بقى بالبصلايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الفرخيه طبعا على بطنها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحط بقى الطماطم بتاعتنا غلوه كده بس ننزل بالطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قلبتها على الناحيه الثانيه. تمام. نحط بقى ايه سيب الطماطم بتاعتنا. تمام. نديها كده على جنبها ونغطي عليها ونسيبها. تمام. نسيت بقى احط ايه نص ليمونه. بصوا يعني بقى بعصرها كده واجي احطها. تمام. عشان صراحه بتدي الشوربه طعمها بتبقى جميله جدا. وطبعا بعد كل اللي احنا عملناه ده هو الحمد لله مفيش زفاره ولا اي حاجه، بس انا اتعودت اي حاجه فراخ بقى بط حاجات من دي بحط معاها نص ليمون تخلي طعم الشوربه جميله. تمام. لو في زفاره احنا مش واخدين بالنا منها ولا حاجه بتشيلها عموما في الطيور، بس الفراخ دي الحمد لله مفيش اي حاجه. الميه غليت بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجلنا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحط بقى معلقه ملح معاها عشان تغلي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه الملح اهي. هنقلب بقى ونسيبها تغلي، ناخد بالنا منها عشان ما تعجنش. تمام. بسم الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الصلصه بتاعتنا خلاص اهي. نحط بقى البهارات. ادي الفلفل الاسود بتاعنا. تمام. ومعانا الملح بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا الكمون، معلقه كمون. طبعا احنا حاطين البصل والفلفل الاخضر في الخلاط مع الثوم وورق لورا. تمام.
نقلب بقى عشان ايه المكرونه مجرد ما تغلي ننزليها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده المكرونه خلاص اهيت ما شاء الله. تمام، هنقلبها مع بعض عشان نصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها بقى ايه شويه كده تتصفى، وبعد كده نغسلها بميه ايه ساقعه من الحنفيه. شايفين ما شاء الله. هننزل بقى عليها بايه الميه بتاعتنا عشان متعجنش معانا تبرد بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا بتنزل اي نشا فيها عشان ما تعجنش معانا. شايفين ما شاء الله. هنشوف ايه الطماطم الحمد لله اتسبكت اهيت وبقت زي الفل. تمام، عشان نحط الايه المكرونه بتاعتنا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دي الشوربه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. خلاص هي قربت تستوي. هنسيبها بس لغايه ما ايه تستوي كمان شويه، لان ايه انا بحبها مستويه للاخر. تمام كده عشان طبعا في وجود اطفال. تمام، المكرونه بتاعتنا هنحط بقى المكرونه في الصلصه. بقى ننزلها في الصلصه عشان ايه نقلبها كده شويه. يا جماعه اللي وصل لغايه هنا متنسوش تدعموا القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. تمام، لو كنتوا على اليوتيوب يعني، ولايكاتكم حلوه. تمام، ولو في اي تعليق او حاجه ما تنسوش كومنتاتكم، وانا هرد عليكم ان شاء الله بامر الله. تمام، قلبناها كويس اهيت. هنغطي عليها بقى خالص لغايه ما ايه ما تستوي معانا. تمام، بصوا بقى احنا كأمهات يعني انا عندي اطفال لسه صغيرين يعني، ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويحميهم. لما بلاقي نفسي مثلا عملت اكله سريعه وخلصتها، بحب مثلا اجهز الحاجه التانية لو يعني في امكانياتي بعملها. تمام، فانا كنت حابه ان انا اعمل محشي، فبما اني انا خلصت الاكل الحمد لله بفضل ونعمه من عند ربنا، قلت بعد الغدا ان شاء الله ليه ما علقش على تسبيكه المحشي. فقطعت البصل وتبلته، فهحط بقى البهارات تتحمص، واحط الصلصه. طبعا ضربت الطماطم في الخلاط واسيبها تتسبك عشان ايه بعد الغدا ان شاء الله الفه. تمام، وطبعا مفيش حاجه توقفنا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعموا القناه عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.